السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا بنا على النبي. كل سنة وانتم طيبين. عيد فطر سعيد على الجميع إن شاء الله. أنا ما كنتش نزلت لكم الفيديو بتاع يوم الوقفة، واتأخرت عليكم فيه، وكنت نزلت فيديو تاني، وبس حبيت إن أنا يعني أنزلكم الفيديو وأوريكم الأجواء اللي احنا عملناها يوم الوقفة ده، آخر يوم في رمضان اللي هو يوم الوقفة، وقفة العيد. تمام. طبعا احنا لينا طقوس في الصعيد، لازم الطبخ ولازم تحضيرات وكده. طبعا اللي لسه داخل معايا الفيديو وما حطش اللايك، يا ريت يحط لنا اللايك، ولو مشتركش يشترك لنا في القناة. بنعمل ايه يوم الوقفة؟ لازم بيكون في طبخ، وطبخة كده حلوة متينة بنختم بيها شهر رمضان. الطبخة دي تكون يعني عاملينها ليوم الوقفة، ودي عشان أول يوم العيد برضه، يعني هنفطر منها يوم الوقفة وهناكل منها يوم العيد، لأن يوم العيد إحنا ما بنحبش كده نطبخ ونوقف في المطبخ ونتعب نفسنا، فممكن حد يجي يعيد علينا وكده. ف ما يلاقيناش مشغولين مثلا في الطبخ والمطبخ والحاجات دي. فبنعمل ايه؟ بنطبخ من يوم الوقفة ونجهز حاجتنا كلها. طبعا انتوا عارفين ظروف وفاة حماتي، هي توفت في أول يوم رمضان رحمة الله عليها. فطبعا ما عملتش لا بسكوت ولا كعك ولا أي حاجة خالص من المخبوزات دي. طبعا إيه، اللي عايش في الصعيد عارف الطقوس دي، ما ينفعش نفرح ونعمل حاجات من اللي مفرحة والحاجات دي. إيه، وفي عندنا متوفي، وإذا كان كمان المتوفي عزيز وغالي على الكل، فالله يرحمها رحمة واسعة. وطبعا لبس اللون الغامق أو الأسود، فيعني دي العادات بتاعتنا لغاية ما ايه يربعن الميت، يعني يتم الأربعين. فهنا الطبخ والأكل والشرب أنا عارفة إن ملوش دعوة بالحزن، بس هي عادات وتقاليد. علشان ايه محدش يقول ده مش حزينة على اللي ميت أو مش زعلانة. الحزن بالقلب في القلب ومقولناش حاجة. بس أنا حبيت إني يعني أوضح لكم الحتة دي. هنا عملت ايه؟ اول حاجة عملتها طشيت تومة وبصلة. اللي متابعني في القناة عارفني ان انا مش بسلق اللحمة في مية وبحط لها بصل وجزر والكلام ده كله، لا. بحب اطش الاول في تومة، وبعد كده هو ايه، بحط التومة وبصل، وبعد كده بطفيها بطماطميتين مضروبين في الخلاط، وبعد كده احط اللحمة تتسبك خالص فيها، وبعد كده ايه، بروح مزوداها مية، مية سخنة مية مغلية براحتك. هنا بعد اللحمة ما استوت باخد اللحمة وبحطها كده في الدمعة شوية، بتاخد من الدمعة بيبقى طعمها رهيب. بص الشوربة لونها رايق خالص. انا بوريكم بعد ما خلاص طلعت كل اللحمة، كل كمية اللحمة، وحطيتها من الشوربة حطيتها في الدمعة او في التسبيكة. التسبيكة دي هتعملي ايه الأكل بتاع يوم الوقفة أو أكل العيد. ده طبعا زي ما قلت لكم الأكل ده هنفطر منه في الوقفة، وهنكمل بيه أول يوم العيد، مش هنفكر نطبخ غير تاني يوم العيد. تمام. عملت هنا كده يعني قطعت حتة دهنة كانت عندي وسلتها، وبعد كده قطعت أول ما ساحت كده أو سلت حطيت ليها البصل، وفضلت أشوح فيها لغاية يما ايه البصلة دبلت خالص واتكرملت زي ما انتوا شفتوا في المقطع الأولاني. وبعد كده حطيت عليها الطماطم. طبعا كلنا ستات بيوت وبنعرف نطبخ وبنعرف نعمل أحلى أكل، بس أنا حبيت أوريكم أجواء روتيني ويومي كده يوم وقفة العيد بعمل ايه فيها. هنا بقول لكم يعني ايه الفاكهة اللي جبناها احنا عشان ما فيش حلويات، فجبنا شوية يعني فاكهة كده، برتقال وموز وبلح علشان يوم الوقفة. وكمان ما حبيتش اكسر بخاطر عيالي، فنقعت لهم كده شوية ترمس. وهعمل برضو في الفيديو، تابعوا معايا، هعمل حاجة حلوة كده افرح بيها ولادي. يعني ما نمنعهمش من الحاجة مرة واحدة، وفي نفس الوقت من يعني الحزن موجود في القلب وكل حاجة، بس ايه مراعاة لشعور أهل البيت واللي موجودين في البيت. واحنا برضو يعني الواحد مليش نفس والله، يعني غياب حد عزيز وغالي في البيت برضو بيأثر على الكل. آه الله يرحم موتانا جميعا. فهنا ايه خلصت الطبخ بتاعي، طلعت اللحمة حطيتها في الطاجن، وحطيت البطاطس في الدمعة، وعملت شوية رز بالشعرية زي ما انتوا شايفين، وشوية ملوخية ناشفة، وكنت غليت اللبن وسبته يهدى شوية،
وقلت إن شاء الله كده هعمل لهم صينية جاتوه شاتو، يعني جربوها بطريقتي ناجحة 1000000%، هشة وخفيفة وطرية وناجحة وطعمها ممتاز. يعني مش أهم حاجة الشكل وخلاص، لأ، شكل وطعم. كده الصينية بتاعتنا بتاعت يوم الوقفة، يعني حطيتها كده وفطرنا. وبعد ما فطرنا وخلصنا كده الأطفال بتنزل تلعب في الشارع، بتهيص شوية في الشارع في يوم الوقفة، وأنا قلت أعمل لهم حاجة حلوة. كان خلاص في الوقت ده برضو الترمس خلاص سويته على النار كده وخلص. وحبيت ان انا اعمل لهم صينية الجاتو شاتو، يعني تفاصيلها كلها انتظروا معايا في الفيديو هتشوفوا كل التفاصيل. شوفوا ما شاء الله كده هشة وخفيفة وطعمها كان خيال. هنا إيه اللي حطاه انا في الدورق او في الشفشق بتاع الخلاط. حاطه كوبايه من اللبن، 3 معالق من الكاكاو كبار، ربع كوبايه من الزيت، 4 أو 5 معالق من السكر على حسب الرغبه. وضربتهم في الخلاط طلعوا بالقوام ده. هاخد منهم املى كوبايه كده مج حلو كبير زي ما انتوا شايفين كده من الشوكولاته دي، هركنها على جنب او هشيلها في التلاجة علشان اعمل منها ايه، ازين بيها وش الكيك الجاتوه الشاتو. تمام. واللي فاض منها كده حوالي ربع كوباية من ال الشوكولاتة اللي عملناها أو صوص الشوكولاتة اللي عملناه. فضيت عليهم كده أو فتحت عليهم 5 بيضات. بصوا البيض ده صغير خالص، ده بيض بلدي، فبيض صغير خالص فأنا حطيت منه 5. انتي تقدري تعمليها ببيضتين من البيض الوزاري أو البيض بتاع الفراخ البيضة. بيضتين بيبقوا كبار فيكفي بيضتين. انا يعني اوقات ان انا كنت بعملها ببيضة واحدة كمان وكانت تطلع معايا ناجحة. هنا كنت مدوبة في كوباية اللبن معلقتين من الكاكاو علشان ايه، نضرب الخليط كله على بعض. يبقى احنا ضفنا ايه، ممكن تضيفي 5 بيضات لو حجمهم صغير خالص زي اللي عندي، وممكن لو ما عندكش بيض بلدي ضيفي بيضتين كبار من بيض الفراخ البيضة اللي هو بنشتريه يعني من المحل. هنا جبت كوبايتين من الدقيق بعد ما ضربت المكونات في الخلاط، البيض واللبن، ال5 بيضات أو البيضتين مع كوباية سكر مع كوباية لبن على كاكاو وربع كوباية زيت، وضربتهم كويس جدا ونزلت هنا بيهم بعد على الخليط ما خلطته الخليط اللي هو كويس جدا دقيق في وبيكنج الخلاط، باودر، نزلت عبارة بيهم عن على الدقيق وهفضل كوبايتين اقلب نفس دقيق الكوباية اللي وكيس تعايري بيها من في البيكنج الأول. باودر. وضفت كمان معلقة تعايري من بيها كل الكاكاو. المكونات. تمام. اللبن والبيض والحاجات دي بتكون دافية، يفضل تكون دافية ما تكونش ساقعة، يعني ما تطلعهاش من التلاجة على طول وتستخدميها، لا، طلعيها قبل ما تحضري اي حاجتك. جابليها كده على الرخامة بحيث ايه تاخد من درجة حرارة المطبخ. طبعا انا كنت مشغلة قبل ما ابدأ في اي حاجة خالص، كنت مشغلة الفرن بتاعتي علشان الفرن تسخن. تمام. معلومة كده علشان في ناس بتقع في نفس الغلطة دي، انك انت بتشغلي الفرن على اعلى درجة حرارة، واول ما بتيجي تحط الصينية عشان تسخني للخليط بتاع الكيك، واول ما تيجي تحط الصينية ايه تتلسع من فوق ومن تحت، وتلاقيها ايه مش نافشة معاكي النفشان اللي هو وتقولي ايه السبب. طبعا المرة اللي فاتت كانت معايا ناجحة، المرة دي ايه اللي حصل، تكون السبب كله ان انت بتكوني معلية النار بتاعة الفرن على اعلى حاجة، فالكيكة بتتصدم، بتتشمع من فوق ومن تحت، وقلبها بيكون لسه ني وتتكتم. فانتي بصي يعني شغلي الفرن على اوطى درجة حرارة، ويبدأي قبل ما تبدأي شغل في اي حاجة خالص شغليها على درجة حرارة بطيئة، وسيبيها شغالة لغاية ما تسخن، على بال ما تكوني خلصتي كل الخلط بتاعك والمكونات وضربتيهم وحضرتي كل شيء، هتكون الفرن سخنت معاكي وبقت تمام. بصوا هنا الخليط انا حسيت ان تقيل شوية معايا سميك، لان مش كل دقيق زي بعضه، الدقيق بيختلف من نوع لنوع. انا هنا مستخدمة دقيق قمح، اللي هو الحبة الكاملة بتاع الصعيد اللي بناخده حبة كده اللي هو القمح الكامل بنغسله أول بنغربله ونغسله، وبعد كده بنوديه الطاحونة أو المطحنة بتطحنه لنا كده، فبتجيبه لنا بيبقى ايه زي مثابة الدقيق الفاخر بتاع الأفران. ده بنستخدمه لكل حاجة، الفطير الكيك لكل حاجة.
وفي الخبز بنستخدمه مع الدقيق بتاع التومين. فأنتِ لو هتستخدمي دقيق من المغلف اللي بيتباع عند العطار أو بيتباع في السوبر ماركت، فعلى حسب سمك العجينة معاكِ إيه. يعني أنا مثلًا لقيتها تقيلة شوية، فرُحت ضِفت لها يعني حبة لبن لحد ما وصلت للقوام المناسب. عينِك معيارِك، عينِك هي اللي هتبين لِك الحاجة دي كويسة مضبوطة والّا لأ. ممكن تمشي بالمقادير بالضبط زي ما أنا عاملاها، بس أنا نوعية الدقيق بتاعتي تختلف عن نوعية الدقيق بتاعتِك، فتطلع تقيلة شوية وتقولي لأ مش هاضيف لها شوية لبن ولا شوية سوائل، فممكن تطلع معاكِ تخينة وكتمة، فتقولي أنا السبب. لأ، خلّي في اعتبارِك إن دايمًا الدقيق بيختلف نوع عن التاني. هنا المضرب أنا كنت باخبطه كام خبطة باخلّص اللي فيه، حرام، باخلّص كل اللي فيه حتى لو كان ربع معلقة من الصغيرة، بس أحب آخد كل المكونات. ضِفت هنا الخليط بتاع الكيك في صينية كنت مبطناها أو دهناها كويس جدًا بالسمن، أو ممكن تدهنيها بمكعب زبدة. أنا هنا عشان دي جاتوه أو كيكة شوكولاتة، فما بطنتهاش بدقيق، تمام، عشان ما تطلعش من تحت مجيرة كده من الدقيق ولا حاجة. باحب هنا برضه أخلّص باللحاسة دي أو الإسباتيولة بتاعتي، أخلّص كل الخليط بتاعي، لإن دي مكونات ومقادير. خدي كل مقاديرِك بالملي، ما تخلّيش ولا فتفوتة فيه. الناس اللي بتحط رز كده وبتستفزني كده، رز أو خليط أو أي حاجة من المكونات بتاعتها، وتبقى مثلًا حوالي كوباية رز في المصفى، ما تحطهاش في المكونات وتسيبها كده وتسد لِك الحوض، أنا باتضايق منها. لو نفضتيها كده وخلصتِ كل الرز اللي فيها في الرز بتاعِك لمّا تكوني بتعمليه، لو عاملة كيكة زي كده وخلصتِ كل المكونات على الآخر من الحاجة اللي عاملة فيها كده، أو الطبق اللي أنتِ عاملة فيه كده بيكون نضيف، لمّا تيجي تغسليه بيبقى سهل عليكِ. ومنه بتكوني واخدة كل المكونات كلها تمام. بُصّوا هنا بعد ما استوت الكيكة هشة جدًا وطرية زي ما أنتم شايفين كده، هشة وطرية عاملة كأنها كيك سبونج. شايفين الطراوة يعني، وهي كمان كده لسه سخنة. سِبتها هديت شوية كده على الحوض، طلّعتها كده هديت شوية على الحوض، وبعد كده خلطت يعني معلقة صغيرة من الكاكاو على كوباية لبن ومعلقة سكر، وهاشرّب بيها الكيك. تشريبة كده بسيطة بتزوّد الهشاشان بتاعها وبتزوّد الطريان بتاعها. باوزّعه كده عليها كلّها كده بالتساوي، بحيث كل قطعة من الكيك بتاعي يكون شارب من خليط اللبن. شايفين كده خلاص اتشرّبت ونفشت كمان أكتر. هاجيب صوص الشوكولاتة اللي أنا كنت عايناه على جنب، وهابدأ أوزّعه على الكيك بتاعي. إيه فايدة التقطيع قبل ما تحطّي صوص الشوكولاتة؟ يا إمّا تيجي تطلّعي بمعلقة، بقطّاعة، بأي شيء، هتطلع معاكِ قطعة، قطعة كإنها قطعة جاتوه بالضبط. هتشوفوا برضه الشكل النهائي في الآخر بيبقى عامل إزاي. ضِفنا هنا صوص الشوكولاتة، يعني بُصّوا ده روعة. صوص الشوكولاتة هاقول لكم مكوناته بسرعة. أنا ضِفت كوباية من اللبن، عليها نُص كوباية من الزيت، وعليها، لإن أنا واخدة يعني مقدار كبير، عاملاه في أكبر صينية عندي، وكمان 3 معالق من الكاكاو، ويكون كاكاو خام، و نُص كوباية من السكر، ربع كوباية من السكر، على حسب ال الرغبة بتاعتِك أو حسب التحلية بتاعتِك. بتحبيها مسكّرة جامد زوّدي سكر، بتحبيها سكرها مضبوط خلّي السكر وسط، بتحبي سكر كلّه ده على حسب رغبتِك أنتِ، وعلى حسب ولادِك بيحبوها إيه. شايفين صوص الشوكولاتة يعني تحفة، تحفة، تحفة. جرّبوها بطريقتي هتعجبكم جدًا. الناس اللي هتقول لِك حُطّي بتاع ده كيس نسكافيه بنكهة البندق، ممكن تضيفيه، هيعزّز برضه النكهة، بس هو كده لوحده كإنِّك يعني بتضيفي لها نوتيلا حلوة جدًا، ومذاقها وطعمها تحفة، تحفة، تحفة. بُصّوا الكمية كده غطِّت معانا كمية الكيك بشكل حلو جدًا وبشكل ممتاز. كده خلصت معانا. هاجيب معايا مثلًا سمسم، هازيّنها بسمسم. أنا ولادي بيعشقوا السمسم، فأنا باحب أزيّن السمسم بالسمسم، خصوصًا إن السمسم كده مفيد وغني بالكالسيوم. بُصّوا الكيك والله العظيم تحفة، كإنِّك بتاكلي
قطعة من الجاتوه مش كيك خالص. بصوا الكيكة نافشة وحلوة خالص، واللبن مديها يعني نكهة ومعزز لها نكهتها أكتر وأكتر، وصوص الشوكولاتة مخليها تحفة. بصوا التقطيعة اللي احنا اتكلمنا عنها في الأول هتساعدك ان انت تطلعي قطعة قطعة كده وتوزعي على أكبر عدد ممكن. وطبعا ما نسيتش حبايبي وسلايفي وأهل بيتي، ويعني حليت بوج الأطفال كلها اللي في البيت. فحاولي ان انت ما تعملي حاجة حلوة زي كده، فرحي الأولاد بيها. الأولاد بتحب الحاجات دي كلها، يعني كل الأطفال في الفئات العمرية كلها بتحب الحاجات الحلوة دي. فده كان روتيني وده كان يومي، يوم الوقفة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.